جدتي الله يرحمها مرة كده وهي في سن ال61 كانت بتابع مع الدكتور بتاعها كالعادة. بعد ما خلص كلامه قالت له معلش يا دكتور قبل ما امشي عايزة اسألك على حاجة خدمة كده ويا ريت تعملها لي. فقال لها اتفضلي يا حاجة. قالت له انا عايزة حاجة بس تقل شعري، احسن انا شعري بقى خفيف فعايزة حاجة تطلع لي شوية شعر. الراجل ده عشان مش هقدر اقول عليه دكتور الحقيقة بص لها باستهزاء قوي من فوق لتحت. قال لها شعر ايه اللي بتفكري فيه يا حاجه؟ ما تخليكي في الامراض اللي انت فيها، ما شعر ومش شعر احنا خلاص رجل جوه ورجل بره، هو انت عندك كام سنه على الكلام ده؟ فساعتها جدتي عينها كان كلها دموع وبصت له ببساطه وقالت له يا دكتور انا مش عايزه شعر علشان خاطر عايزه اتباهى بيه ولا عايزه امشي في الشارع فارده شعري، انا عايزه شعر عشان يوم ما يغسلوني ويكفنوني يلاقوا شعر يعرفوا يضفروه. انا بفكر في اخرتي. احنا كلنا بشر وكل واحد فينا عنده حكاية محدش شايفها غيره. في مننا اللي تعبان، في اللي بيمر بظروف، في اللي حياته صعبة وبيمر بحاجات ما تخطرش على عقل حد، في اللي عنده أفكار متمسك بيها محدش غيره هيفهمها. فأبسط هدية نقدمها لبعض إن احنا ما نحكمش على بعض بسرعة أو ما نحكمش أصلا طالما الموضوع ما يخصناش. ليه لازم نتدخل في كل حاجة ونحكم ويبقى لينا رأي فيها؟ احنا ساعات بنشوف مجرد لقطة في حياة حد ونتصرف ونتعامل كأننا فاهمين الفيلم كله. بنشوف تصرف طلع من حد ونحكم عليه ونقول بص اهو ظاهر على حقيقته او ده هو على طول كده. يعني مثلا واحدة منتقبة قلعت النقاب فجأة، اللي يقولك اهي بانت على اصلها، كانت فاكرة نفسها متدينة ورسم علينا التدين، او بص ما هي اصلها مش لاقية عريس، اول ما اتزنقت قلعت النقاب، كانت عاملة بس فيها ست الشيخة. وهي بكل بساطة ممكن تبقى قلعت النقاب عشان عندها مشاكل كبيرة في التنفس، حساسية، أمراض وبلاوي ما يعلم بيها إلا ربنا، والدكتور هو اللي منعها من النقاب، فقلعت النقاب اللي هو سنة والتزمت بحجابها واحتشامها وما خرجتش بره الدين ولا حاجة. بس إزاي؟ إحنا لازم نحط التاتش بتاعنا ونشكك في كل حاجة من غير ما نسأل. أو شفت شاب وأنت معدي في الشارع بيزعق لراجل كبير وبيتكلم معاه بعصبية، فتقول بص 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 أهو كل الجيل كده، الجيل ده والله العظيم ما شاف رباية، بص الواد العيل بيكلم الراجل اللي في سن أبوه إزاي، مع ان نفس الراجل اللي في سن ابوه ده كان ممكن يكون لسه بيضايق واحده دلوقتي في الشارع والشاب ده بيدافع عنها وبيتخانق مع الراجل المهزأ اللي هزأ نفسه. باختصار انا اسفه يعني في الكلمه، بس انت مالك؟ ليه واخد فيها دور ابو العريف اللي فاهم كل حاجه، اللي اعلى من كل الناس وبيحكم على تصرفاتهم ومشاعرهم وافكارهم؟ واللي بيزود ده بقى ان في برامج تحت مسمى النقد الساخر، مش هقول اسم برنامج معين، بس برامج بتقدم اسكتشات بتتريق على كل حاجة في الحياة، تتريق على تقاليد الجواز والنيش والتنجيد والناس بتفكر ازاي وبتعمل ايه، تتريق على الناس اللي بتبعت على الواتساب صور جمعة مباركة او لا تخرج قبل ان تقول سبحان الله والحاجات اللي بتضايق ناس كتير مننا دي، او تتريق على الراجل الكبير اللي دايما في التجمعات بيقول نكت قديمة بالنسبة لبعض الناس سخيفة، بس هو بيعمل ده من باب انه بيحاول يخلي الجو لطيف وظريف وعلى قد سنه وعلى قد ما هو عارف يقول، هو تفكيره كده وسنه كده ومجتمعه كده. يجي بقى برنامج يطلع افيهات على كل الناس دي، كل الناس بكل اعمارها بكل فئاتها بكل تصرفاتها بكل خلفياتها وشعبياتها اللي هي جايه منها. دول ناس ليها عاداتها وافكارها ومعتقداتها اللي هم مقتنعين بيها ومرتاحين ليها بالشكل ده. مش كل الناس بكل الأعمار لازم يبقوا عايشين حياة فانسي ونازل لهم أكاونتات سوشيال ميديا مع شهادة الميلاد. مش طبيعي إن الناس تبقى عايشة كده، هم ناس مرتاحة. وكأن البرامج دي بتقول للناس الكبيرة في السن أو اللي على قد حالهم اللي مش مواكبين التطورات أو اللي ليهم عادات وتقاليد وأفكار في دماغهم مقتنعين بيها حتى لو هي غلط، كأنهم بيقولوا لهم روحوا موتوا، انتوا ما فيش ليكم مكان في وسطنا. ده غير ان البرامج دي بتبقى سبب ان ناس كتير بتتهز ثقتها في نفسها، بيراجعوا كل كلمة قبل ما يقولوها ويمسحوا 1000 رأي قبل ما يكتبوه على السوشيال ميديا أو يعرضوه على حد، ويفكروا ويترددوا في كل تصرف قبل ما يطلع منهم، عشان خايفين يبقى هم اللي عليهم الإفيه الجاي، خايفين يقولوا حاجة فخلاص يطلعوا طلعت المسرح اللي مش هيخلصوا منها ويتمسكوا تريقة لما يقولوا يا كفا.
كل ده لمجرد ان في ناس قررت ان هي تعين نفسها حكم يقول ايه مناسب وايه لا، وايه ينفع وايه لا، وهل الناس دي شبه الكوميونتي بتاعتنا فتمام يبقوا بيس، ولا لا ما ينفعوش وياكي لازم نخرجهم من حياتنا ونتريق عليهم. قرروا ان هم يحددوا مشاعر الناس وتصرفاتهم ومعتقداتهم وافكارهم. صدقني لما تختار ان انت تفهم بدل ما تحكم، وتختار ان انت تشيل عينك من حياة الناس وتنزل مناخيرك شوية اللي انت رافعها عليهم دي، حياتك هتبقى اهدى وعلاقاتك هتبقى انضج، وانت هترتاح نفسيا وتركز اكتر مع حياتك.